اشهر التصنيفات يا صديقي في عالم الانمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه خالد انمي. احنا هنا يا صديقي بنتناقش عن كل حاجه تخص الانمي. النهارده انا جاي اكلمك عن التصنيفات الاكثر شهره، التصنيفات عموما، وهي بتتكلم عن ايه؟ هتقول لي يا عم ما انا عارف التصنيفات. اقول لك يا صديقي، خليني اقول لك ان في تصنيفات انا نفسي اتصدمت انها موجوده. عندك مثلا تصنيف زي الشغل. دلوقتي انت هتفهم دوت تصنيف بيعبر عن ايه. والاكثر شهره يا صديقي هو تصنيف الشغل. ودوت يا صديقي عباره عن معارك دايمه ومستمره كده، وبيبقى البطل ليه هدف سامي كده، زي ديمون سلاير، وان بيس، ناروتو، وكل الكلام ده يا صديقي بتبقى معارك مستمره كده. وعندنا في التصنيف الثاني يا صديقي، هتقولي ايه السن ده؟ اقول لك ده يا صديقي بيركز بقى على العمق. القصه بتبقى عميقه كده ومعقده، ممكن احيانا تبلم قدامها وما تفهمش اي حاجه، ولكن بتبقى حلوه كده زي ديس نوت مثلا. ده تصنيفه السنن. وعندنا بقى في التصنيف الثالث يا صديقي الشوجو يا صديقي. ده بيبقى مركز على البنات، يعني هي قصه حب بقى، بنت بتبقى في سن المراهقه بتحب ومش عارف ايه. ده تصنيف الشوجو يا صديقي. بيني وبينك انا وانت ملناش دعوه بالكلام ده. المهم يا صديقي نرجع تاني لموضوعنا. التصنيف الرابع الفانتازيا. الفانتازيا يا صديقي ما كنتش اعرف صراحه ان في انمي تصنيفه فانتازيا، ولكن طلع التصنيف ده موجود ومن اكثر توب 10 يعني. يا صديقي ما تعرفش الفانتازيا، فهو العوالم المختلفه والحاجات الغريبه والكلام ده كله، زي ري زيرو مثلا. في تصنيف المغامره، وهو واضح من الاسم يعني ان البطل بيغامر كده وبيروح في رحلات، زي مثلا هانتر اكس هانتر. ده رقم 5. عندنا تصنيف رقم 6 هو الرياضه يا صديقي. الانميات الرياضيه يا صديقي زي بلو لوك كده يا صديقي، ده تصنيفه رياضي. اما عندنا بقى في التصنيف السابع هو تصنيف الرعب يا صديقي، زي اناظر كده بقى. ده بيبقى حاجات رعب كده يا صديقي. حاجه بيني وبينك كده يا صديقي، انا عمري في حياتي ما اتفرجت على انمي رعب. مش حكايه ان انا بخاف يعني والكلام ده، بس انا ايه، مش حاسه انه هيبقى مرعب، بجيبها من قصيرها وما بتفرجش عليه. اما في التصنيف الثامن يا صديقي فعندنا الاثاره. ايوه يا صديقي، الانميات المثيره كده زي ديس نوت برضه يا صديقي موجود في الاثاره. عندنا بقى في التصنيف التاسع وهو العلمي. الانميات العلميه يا صديقي، انا صراحه يا صديقي ما اتفرجتش على اي انميات علميه. في التصنيف العاشر، ودوت يا صديقي تقريبا اكتر الانميات اللي انا اتفرجت عليها، وهو الايسيكاي. انا مش عارف ده معايا انا بس ولا هو كده، انا كل انمي افتحه الاقيه ايسيكاي. ان انت يا صديقي بتنتقل من عالم لعالم تاني، واشهر الامثله على الكلام ده كله هو ريزيرو. وبس كده يا صديقي نكون خلصنا اكثر 10 تصنيفات مشهوره حول العالم. وما تنساش يا صديقي تعمل سبسكرايب ولايك، اعمل اغرب 10 تصنيفات برضو حول العالم. ولو ما اتفرجتش يا صديقي على قصه سرافي النهايه بالعربي، هتلاقي بلاي ليست في الاي اللي فوق وفي الديسكربشن تحت. والقصه يا صديقي جميله جدا، وخصوصا ان انا بحكيها بالمصري. نقلت لك الاحداث كلها وغيرتها تقريبا 90 درجه، نقلتها لك لمصر، مع طبعا الحفاظ على جوهر القصه يا صديقي. وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك. ولا اللقاء يا صديقي في الحلقات القادمه على خالد انمي.